قناة صوت الناقد. خلقكم من تراب ثم من نطفة. أي هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة. إحنا نعرف الأرواح موجودة قبل الأجساد، فشلون خلقنا من تراب ثم من نطفة؟ معناها من الروح تدخل بالجسد ويصير مخلوق مادي، هنا يصير مخلوق. أما قبلها نعم هو مخلوق، لكن ذاك تعبير مختلف عن الخلق اللي إحنا نعبر عنه مثلا في هاي الآية أو في هاي الرواية. ممكن تقول لي هذا الحكي انت منين جايب عمي؟ انتم هسه هذا انا اعتقد انا مو بس انا المصدوم، حتى البلاي ستيج من اصدقائك مصدومين. ممكن تقول لي في شرحك؟ حتى انا اصلا ما فهمت كلامك. الشيء اذا انخلق وبعدين لا يعبر عنه مخلوق، هاي منين جبت؟ آية، رواية، حديث، أثر، منين جبتها؟ مو بس أنا المصدوم، حتى أصدقائك مصدومين. تفضل. أول شيء من ذات الآية اللي أنت جبتها، ما خلقكم من تراب ثم من نطفة. ثاني شيء حتى ما يعني لا تقاطعني، تقلبك في الساجدين هذه اللي جبتها أنت يا أخي ما لها علاقة بالموضوع، لأن أنا قلت لك هي جزء منه لكن مو ذاته، لأن ذاته وروحه وهاي كلها مو موجودة في جسد علي بن أبي طالب، أو يصير في جسد روحين. ما يتقبل العقل، ما يتقبل هذا الشيء يا أخي. كم يعني أنت قصدك أكو هو بظهر علي بن أبي طالب أكو نص وبغير مكان أكو نص، هذا قصدك؟ لا، أقصد أنه اللي بظهر علي بن أبي طالب هي نطفة رسول الله، لا ذاك. زين هاي النطفة يعبر عنها مخلوق لو لا يعبر عنها مخلوق؟ طبعا النطفة مخلوق، لكن رسول الله النطفة مخلوق. إذن والحديث يقول ما خلق الله خلقا أفضل مني، والمهدي بصفة مخلوق. هل يكون أفضل منه أو أفضل من هذا الجزء من المهدي؟ اي تمام. هذه النطفة يا أخي هي جزء مادي، فأنت ما تقدر تقارنه بذات كاملة، تقارنه بجسد النبي. هل جسد شو اسمه النبي أحسن من النطفة؟ ما له ربط، يعني الأجساد ماكو تفاضل بينها. أنت جاي تحكي يعني شنو العلاقة بالموضوع؟ ذات المهدي موجودة والمهدي وذات أفضل من رسول الله. أنت جاي تحكي جاي أفضلية رسول الله في هذا الحديث لأن القائم بصلبه. تمام، وهيك خلصنا السالفة. خلصت؟ اي خلاص انتهيت انت؟ اي انا انتهيت، الا اذا اكو سؤال نسيته يذكرني به. ابدا. يا الله. طبعا هو انتم اخوان من تصلون على النبي تقول اللهم صل على المهدي وآل المهدي ورسول الله تابع لها، تقول اللهم صل على محمد وآل محمد مولانا المهدي شرفيته من النبي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن أثبتنا أن المهدي عليه السلام تشرف برسول الله مولانا المهدي. من يصلون عليه ما يقولون اللهم صل على المهدي وآل المهدي والرسول منه، لا، اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن شرفية مولانا المهدي هي شرف من شرف رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا رد على أن النبي أن النبي أخذ شرفيته من المهدي، بل هو العكس، والدليل هو الصلاة. بس أنا هسه لحد الآن حاير، أنا ما أريد أخليك يعني تفلت من هذا الموضوع، أنه أصلا من أين أتيت؟ أعيد وأكرر، من أين أتيت أن النطفة غير مخلوقة؟ أنا أريد الدليل. زين هاي النطفة يعبر عنها مخلوق لو لا يعبر عنها مخلوق؟ طبعا النطفة مخلوق. الدليل إذا أثبتت أن النطفة غير مخلوقة، قال لك هو ما مشمول بهذا الحديث. أثبت يلا. انتهيت غزي؟ انتهيت. جيد. أنا ما يعني المرة الثالثة ما أدري الرابعة ما أدري إيش قد ما قلت النطفة غير مخلوقة، قلت ذاته ما موجودة ويا النطفة حتى يصير هو مخلوق على العموم. النقطة الثانية هو قال أنه تشرف برسول الله ودليله اللهم صل على محمد وآل محمد. هسه هذا دليل؟ يعني بالله عليك شنو الربط بين اللهم صل على محمد وآل محمد بديك؟ جا همك روايات
عن الإمام المهدي صلوات الله عليه، يقول صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. أقول آباء تشرفوا بي بناء على هذا الحديث؟ يعني أبد ما كرضوا. أكرر جوابي عن الأول، أنه شرفية رسول الله لأن المهدي في صلبه. انتهيت. خلصت، وأنا ما أحتاج دقيقتين هاي مالتك. تفضل. قال وراها أن النطفة غير الشخص، أو النطفة تختلف عن الشخص. هذا حماتين حشي بدون دليل، لأن القرآن الكريم يقول وتقلبك في الساجدين، أي إن هذا الشيء الذي كان في صلب الأنبياء كان هو رسول الله. أما هل مولانا المهدي في صلب الأئمة هل ما كانوا مثلا أئمة عليه؟ قال لك أئمة عليه، هو ترعرع تحت إمامة الحسن العسكري عليه السلام. فتفضل. جميل. بداية بداية أنت الآن لما قلت أنه أعتقد المهدي كان مأموما بالتسعة، فأنت عارضت قولك الأول، لأن أنا سألتك في زمن الصادق سلام الله عليه هل كان الصادق أفضل من المهدي لو لا؟ فقلت لي لا، وعندي البينة إن شاء الله. على العموم، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، ما أجبت على أنه أفضلية رسول الله من نطفة المهدي. النقطة الثالثة، أنت بقولك الأخير جعلت الإمام علي مأموما. متى مأموما؟ في زمن النبي موسى، في زمن النبي عيسى، في زمن النبي إبراهيم، جعلته مأموما. ليش؟ لأن هو بصلب النبي إبراهيم. إيه انتهيت. هسه نبدي. أني كمصطفى لا أعتقد إنه الشخص يكون أفضل من شخص لأنه أصبح إمام الزمان. هاي أنا عقيدتي. لا يكون أفضل من شخص لكونه إمام الزمان، ولا يكون أفضل منه، ولا يكون أعلم منه، ولا يكون. هذا أنا أحكي بالأوصياء فقط. الشخص أنها قلت إنه الخضر تميز في علم وموسى تميز في علم، إذن أنت أسقطت كلام شيخك واثق الشمري من قال إنه مولانا المهدي أعلم من رسول الله. فشين نقول له يا واثق الشمري طالبك الخاص عترة أهل البيت يردوا عليك. مو شرط واحد يكون، مو شرط انه مولانا المهدي اصبح اماما يعني هو اصبح اعلم من رسول الله، بل لعل ان رسول الله لديه اشياء لا يعلمها المهدي. شنو السبب؟ سبب انه طالبك الخاص لا يعتقد اذا اصبح الشخص هو امام الزمان معناته انه اكتسب علما، انه يعرف جميع من سبقه. عترة اهل بيتي يرد على الشيخ واثق الشمري. تفضل. خلصت. جميل. بداية قل طالبك عترتي أهل بيتي يرد يا أخي أنت مو لازم تروح تستغل هاي النقاط. بداية أنا ما قلت هذا الشيء، أنا ما حكيت بالتوارث أصلا. الخضر وموسى سلام الله عليهم اثنيناتهم موجودين بوقت واحد، فأنت شلون تربط التوارث بهذا الشيء؟ ثاني شيء، علم آل محمد في في الدين واحد، علمهم واحد. التفاضل يكون في غير الدين، وفي غير الدين عندنا نص أن القائم أعلم، فانتهت. يعني أنت ما يصير تربط هذا الخضر وموسى بالمهدي ورسول الله. وأعيد لك النقطة أيضا مرة ثانية، أفضلية رسول الله هي بسبب نطفة القائم. ثاني شيء، أنت ما رديت على لأنه إمامه. إيش تتهرب من هاي؟ وإلا العلة ما عجبتك؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. هل رسول الله أعلم من مولانا المهدي؟ عذرا، هل مولانا المهدي أعلم من رسول الله؟ نعم. عترة أهل بيتي. يفهم الشيخ واثق الشمري ويقول يا شيخ واثق الشمري كلامك غير صحيح، بل علمهم واحد. إذن أسقطنا بتوفيق من الله ومساعدة من عترة أهل بيتي طالب الشيخ واثق الشمري خاص أن مولانا المهدي ليس أعلم من رسول الله. إذن أفحمنا الشيخ واثق الشمري وبينا أنه كلامه غير صحيح. أما هاي الرواية اللي أنت ذكرتها والأول أفضل، إذن
يعني هم الأول وصي الآخر، هاي موجودة في كتاب سليم بن قيس الهلالي. وأنا فعلا وأنا أصرح، شوف راح تنصدم، أنا أصرح أنه مولانا الحسن العسكري، أصرح أنه مولانا الحسن العسكري أفضل من المهدي. والرواية مال تاسعهم أفضلهم هي رواية شاذة. ثاني شيء ما رديت على أنه أفضليته هي بسبب النطفة. ثالث شيء قولك أنه الحسن العسكري أفضل من المهدي ما يستقيم. أول شيء أنت لجأت للشاذ النادر وأنت قبل شوية ما كنت تقولها، لأن ما كنت متوقع أني أستدل بهاي الرواية. ثالث شيء أني أسألك على العلة، أنت ما جاوبت على العلة. العلة لأنه إمامه، معناها الإمام يكون أفضل من المأموم اللي هو المهدي، وأنت قلت لا، هاي الأوصياء غير، ما لهم علاقة بالموضوع. أنت من تورطت أنه النبي موسى راح يصير أفضل من رسول الله وأفضل من الإمام علي بوقته، قمت أنكرت فورا. يعني سبحان الله، أو مو أنكرت فورا، إنما تهربت من الجواب. فيا أخي جاوب على السؤال رجاء. انتهيت.